السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. حبيت افتح الفسيخ ده قدامكم كده علشان تشوفوا سهوله عمايل الفسيخ وقد ايه بيطلع معاكي زبده ولونه احمر وطري، ومبيطلعش فيه اي مشاكل معاكي خالص. ادخلوا على الطريقه بتاعتي في اول تعليق مثبت وشوفوا الطريقه وجربوها مره واحده بس. لو عمرك ما عملت فسيخ، اوعدك بعد ما تشوفي الفيديو وتجربي مره بطريقه هتلاقي الطريقه سهله جدا وتطلع ناجحه معاكي من اول مره باذن الله. اتمنى تجربي فسيخ العيد بطريقتي، وكل اللي هيدوق منه هينبهر بطعمه ولونه وطراوته. اسيبكم بقى في جو الفيديو كده بطبيعته بدون مونتاج. خمسة خمسة فسيخات يا بنتي يا توتة. وخمس أكياس يا بنتي يا ماما. الله الله جمال. ايه رايك في فسيخ ماما يا توتة؟ هو احلى ولا الجاهز؟ أنا دقت الجاهز عشان أقول ده. ما انت ده جاهز قبل كده، فاكره لما جبناه ولا انا مدوق البلد عند تيتا؟ افتكرت يا زهايمر. انا احلى بقى ده يا شيخه. والله لسه قايمه تقولي ما كنتش فاكرة الجاهز. مش فاكره الجاي. ما انت اتعودت بقى انك تاكلي ايه؟ فسيخ الماما وايه؟ ما رضيتش تخليني اجيب لك فسيخ من بره علشان فسيخ ماما احلى، صح؟ أنا عايزة ما أفطرش. انا مش هنفطر، احنا مستنيين ايه؟ بابا يجي وناكل. ويجي وناكل. أنا عايزة يجي بدري. هجو روحي. عايزة بس كده حتة جيلاتين الأول. السلام عليكم. ما عادش هيقف بقى عشان لسه ما يصلي. ما عادش هيقف عشان لسه بتصلح. ان شاء الله ان شاء الله. أنا بخاف من الفسيخ ده بس أنا عارف شكله يخوف. بس طعمه ايه؟ حلو. ياكل. ريحته بتكون وحشة بس برضه طعمه حلو. بس بحبه برضه، ريحته منتنة بس بحبه برضه. صح؟ دي المندلين ناكلها. بصوا يا جماعة، اللي ما يعملش فسيخ بطريقتي مش كلام والله خسر كتير. والطريقة سهلة خالص، يعني أي حد ما عرفش يعمل فسيخ ولا عمره عمله يشوف طريقتي والله هتعجبه جدا، والكل هينبهر بطعمها ولونه وكل حاجة. افتحوا لكم وتشوفوا كمان. طبعا أنا بتكلم بثقة لأن أنا مجربة الطريقة ديت يعني بقالي سنين أنا وإخواتي يعني. ما شاء الله شايفين الفسيخية الطريقة عاملة إزاي؟ مية ملبن ملبن ملبن. بنت كده بتعرف تعبر عني. ملبن جايبها لي. شكرا يا توت. بصوا بقى يا جماعة، هتجيبي لك 2 كيلو بوري وتعمليهم. انا قلت اسره كبيره 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص ده خمس بتاع كيلو ونص بوري ب 150 جنيه. انا لو بجيب دولار دلوقتي اجيبهم اقل حاجه خالص ب 300 جنيه. ده الفسيخ من تحت خالص دلوقتي 250 200، وحاجه عاملاها العيد كده وضمن نظافتها ما شاء الله. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه يا رب. بسم الله. والله الطريقه سهله خالص. ناس كتير بستغرب ان هي بتشتري فسيخ من بره اصلا. ليه؟ هاتي فسيخ تنضفيه وخليه نضيف كده وتعرفي ايه معمول ازاي. حد جايبه ميت يا ترى ولا حد جايبه حي اللي هو بيعمل فسيخ بره دي ما شاء الله. لكن انت بتجيبي فسيختك تغسليها وتنضفيها دي وتخليها ايه مشجرفه كده. خدي دي واحده جديده عشان تتنضف كويس. اصبري يا توته، ما هي اللي معايا اهي خلاص. خليها دي فسيخه تانيه ما شاء الله. شايفين الفسيخ من جوه الصفرة دي نضيفه عامل ازاي. طبعا الفسيخ ده لازم تجيبيه تكون السمكه ايه طازه وتكون حمرا وحلوه كده، لان المجمد ما ينفعش معاكي. شوفي حد متعامله معاه كده بتاع الفسيخ وتجيبي فسيخك منه. في ناس طبعا بترمي الحاجات دي كلها وتجيبي فسيخك منه، بس انا برميش حاجه بصراحه. يعني تجيبي فسيخك منه وتفسخيه. ما عندكيش مكان فيه الشمس هتحطيه في الفرن دافي وراكي معايا ما تاخديش. ماشي. ما تهزيش الستاند لو سمحتي يا توت. وانا هسيب لكم الطريقه في اول تعليق مثبت وادخلوا شوفوها تلاقوها سهله خالص والله يا جماعه ما شاء الله. شايفين الجمال؟ الصحه والعافيه يا رب على اللي ياكل حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا العظمه ديت ايه موضوع كده بتاكل ايه. الله 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 ولا كلمه. انا عايزه اكل عظمه. هتاكل العظمه؟ بس مش دلوقتي معاكم بقى بعدين يعني. ماشي يا توت. طبعا لو عندك ملح خشن اعملي فسيخ منه.
لو عندك ملح ناعم هتعملي منه. انا عامله دي بالفسيخ الناعم، بالملح الناعم. الفسيخ الناعم. البوريه من دولت الصغيره الوسط ديت، لا كبيره ولا صغيره، بتاخد معاكي معلقه ونص ملح كبار. لو بتحبيه مالح هتحطي معلقتين، يعني بتلخبطي كده كله على بعضه. واللي يفضل من اللخبطه اللي انت عاملاها الاصفر ده مش عارفه، وحش. لما كنا بنتكلم انت ما تبقاش كلام. واللي يفضل من اللخبطات اللي انت عاملاها طبعا بتحط شطه، معلقه شطه صغيره، معلقه كركم صغيره. بتعيدي البوري اللي معاكي تحطي كل واحده معلقتين لو انت عايزاه مالح. لو عايزاه حلو يعني وسط كده هتحطي معلقه ونص لكل واحده وتلخبطيهم وتحشي من البق. لو انت عندك طولة بال طبعا، بس انا بصراحه ايه ما حشيتش من البق. تحشي من البق وتحشي من الخشيش، واللي يفضل تحطها على وش الايه البوري من فوق، ما تسيبيش برضه عشان يشرب. خدي يا ماما، خدي حاجه. وتسيبيه خدي 7 ايام. اسبوع يعني انت مثلا ايه حطيتيه الخميس تفتح عليه الخميس، حطيتيه الجمعه تفتح عليه الجمعه. حطيت الاربع افتح على الاربع. إيه حطيت التلات افتح في التلات. نص المده كده تعدي 3 ايام كده وتروح ايه، لو انت حاطه الكيسه كده طبعا بتبقى راسها الفسيخ كده في نص المده كده، وتروح تقلبي الفسيخ ايه الكيسه كده، تخلي البطن تحت علشان ايه الميه تنزل تحت عند البطن وتشرب الملح وكده يعني. والدنيا سهله خالص. بس في ستات بقت ايه بتخاف بصراحه، يعني ايه ممكن بتخاف ممكن بتكاسل، الله اعلم بقى. بس بصراحه اللي يشتري فسيخ من بره يعني يبقى غلطان. اولا الفسيخ غالي، ثانيا ما انتش ضامنه نظافته. بيغسلوا نخشيشه وينضفوه. السمكه جايه طازه ولا جايه ميته. هما طبعا لهم طرق، حتى لو السمكه ميته بيخلوها ايه طريه وحلوه. بيعملوا ايه بقى؟ يمسكوا الفسيخه يخلوها تقعد في الشمس يومين 3 كده، وبعد كده ايه يمسكوها يعملوها كده شمال ويمين لحد ما تضطر. وحش. لكن دي طري بطبيعته ما شاء الله. بطروخه بنت الدود اهو. يا بطروق. الله. لا ما تحطوش. البطاريق منها الكيلو ب 600 جنيه. في ناس لا. بتفتح البوري. كلي انت، ما حدش هياكله. محدش هياكله، طب سيبيه بس اخواتك ياكلوه. وبابا بيفتحوا البوري ويبيعوه اقل من ثمنه شويه، وياخدوا البطاريق ديت يبيعوها ب 600 جنيه و 700 جنيه الكيلو. يا طب ليه ده ولا ده؟ عشان مغذيه. اه خدي. في ناس بتغسل الفسيخ. شفت واحده حبيبه قلب ام مالك بتغسل الفسيخ. صراحه هي اذواق يعني. انا هي لو حطيت على الفسيخ ده ميه هيبقى زفر، بس مش عارفه بصراحه. بس هي نظيفه جدا يعني. وفي ناس ما بتقشرهوش، بس بصراحه لو جت حته قشره تحت بقي او بق عيالي مش هنكمل اكل. شايفين الفسيخ وجماله وردي. وقفي بقى يا توته. انا حبيت بس ايه، استني يا توته اقول لهم كلمتين. حبيت بس اوريكم الفسيخ الشتوي اللي الناس بتقول عليه ايه. انا باخد الورقه منك ليه دلوقتي؟ الناس بتقول ما بيطلعش ناجح، إيه بيطلع مش حلو، بيطلع مجلد. لا والله يا جماعه انا الحمد لله والشكر لله الفسيخ شتاء او صيف بيطلع معايا ملبن زي ما انتم شايفين كده. مش قلت لك ملبن؟ خلي بالك. شوفوا عيالي، شوفوا الجريمه اللي عاملينها. جريمه يا جماعه والله. ايه في ايه؟ فتحت الفسيخ اتفاجئت بصراحه. انا برضو شميت زفاره في المطبخ. انا نمت نايمه الساعه 2 بالليل والله، وسايبهم رايحين يناموا من كتر ما هم عايزين ياكلوا فسيخ. راحوا فتحوا عليه في الليل وده منها حته احمد ابنه. شايفه ما اعرفش ينام غير ما ياكل حته. يا ابني هناكل الصبح. رحت تفتحوا يا احمد قال لي خلاص يا ماما. وبعدين دخلت المطبخ شميت زفاره قلت ايه لا. رحت فتحت بسطت العلبه لقيتها متقفله كويس. انا فاتحه العلبه قدامكم مفيش اي مشاكل خالص فيه. رابطها رابطه. المهم يعني بالصحه والعافيه على قلوبكم يا رب. فالفسيخ الشتوي عن معايا بينجح زي الفسيخ الصيفي بالظبط، مفيش فرق خالص والله. بالعكس اكل الفسيخ في الشتاء افضل من الصيف بكتير، عشان في الصيف بيشربنا ميه كتير. لكن في الشتاء بقى يا ماما كلوا منه انتم مطمنه ومغمضه عينيكي بطريقه. هسيب لك الطريقه في اول تعليق مسبه. هات يا توته ادخلي شوفيها. وهدي النار على الرز يا توته. واحنا بناكل الفسيخ يا جماعه بالرز. يا سلام بالرز كده، لقمه رز كده عليها شويه سمنه بلدي على بصله خضراء وتاكلي. بس اللي عامل دايت طبعا ما انصحوش بصراحه ياكل الاكل كده كده. ايوه الله ينور عليكي يا عسل. قولوا لهم اعملوا لايك، استخسروا اللايك في الماما. وشهر 2 في الشتاء بالذات يعني يا جماعه السمك بيبقى نضيف جدا، بيبقاش راعي. في الصيف بيبقى راعي. يعني عايز تاكل فسيخ دلوقتي هاتي واعملي. ما هوش واكل بقى ايه عظمه غير العظمه اللي كان منها دي. صدق ده كان العظمه ما خدتش بالي والله. كان العظمه؟ اهي. ايوه كان ده صاحبها وكيل. يلا ربنا يخليه وياكل ويهديه ويصلح حاله. بالله عليكم يا جماعه دول ربنا يهديه وينجحه ويبارك فيه. عشان مغلبنا زي ما قلت لكم والله ما دخلش الامتحان والله ولا كليه وما رضاش يروح الامتحان. فهسيبه السنه دي كده لما استريح نفسيا ونفسيته مش مظبوطه كده. وادي الدكتور نفساني كده شوف هيقول لي عليه. والحمد لله والشكر لله. ربنا يبارك فيه ويهديه يا رب ويصلح حاله وعيالكم. وادعوا لي ربنا يصبرنا عليه وينجحه ويهديه. والله التعليم عارف في دماغي يا جماعه خالص. في دماغي قصدك؟ في دماغي انا يعني انا عايزه ربنا يهديه كده ويبقى كويس ويبطل زعيق ويبقى هادف نفسه كده. هتاكلها
ويقعد معانا كده، ما يقعدش 24 ساعه في الاوضه على التليفون. وانا الله نور السماوات والارض، التعليم ده اخر حاجه بقيت افكر فيها خلاص. والنور طفى يا جماعه. تلك شافت عاليه توت. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقفل معاكم بقى وخلاص. بس كنت عايزه اقول لكم السمكه الحلوه دي يا ركله عشان اغريكم. انا عارفه الكل بيحب الفسيخ، اكله المصريين، الاكله المفضله عند المصريين. ان شاء الله لا قوه الا بالله. تعالي نوعي توت، هاتي وتعالي عند البوتاجاز، تعالوا جنب التاني. ارفعي فوق كده انور لهم على الفسخايه الحلوه دي. دي احلى منكم كمان بس مش واضحه. بس خلاص يا حبايبي، يلا سلام. حطوا اللايك، اشتركوا في القناه لو انتوا ناس جديده، وادخلوا على اول تعليق مثبت تشوفوا الفسيخ الزبده الشتوي اللي بينجحش مع ناس كتير. حاضر يا حبيبي. حتى الاول قدامهم كده اه اهو. خدي احلى حته، اللي ياكل الحته الحلوه ده احلى من البيت. وتيتا مش عارفه اطلع، ما بعرفش اطلعها غير بالمعلقه. قولي رايك بقى عشان اقفل الفيديو. حلو والله. والله كمان من غير ما تحلفي يا حبيبتي، انا عندي ثقه في حاجتي، عارفه ان هي حلوه جدا كمان. انا بقول للناس على فكره بالشكل. وانا عارفه. خلاص يا حبايبي، بضحكوا يا ولاد، اضحكوا. ايه الدنيا هتاخدي منها ايه؟ اضحكوا. الله الذهب بيجيب الهم والغم والتعب النفسي والتعب الجسدي. حتى كمان. حاضر. بص بقى، انا هجيب لك معلقه واعمل. وطريقه التنظيف سهله خالص. افردي كيسه زي ما انتوا شفتوا كده، وفوق كيسه من ديت عشان ما ينفعش تعملي على الكيسه السمراء عشان بتبقى مصنوعه من الزباله. ونضفي فسيخك ودي برضه والعافيه على مصنوعة قلوبكم يا من حبايبي الزبالة. اختكم. يلا بقى كده كفايه عليكم. ايه الناس مش مصدقانك يا ماما. شايفين الجمال؟ هاتي لي حته خدي يا بنتي يا كمان. توت ايوه من قلب الفسيخ. يا بنتي ما فضلتش اي ما تاكل فسيخ على غير اكل من كتر جمال الفسيخ. يلا يا جماعه مع السلامه بقى. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وشيروا فيديوهات لحبايبكم عشان قناتي تكبر وتنور بكم يا حبايبي. والله طعمها حلو يا جماعه. والله طعمها حلو يا جماعه.